وكلاء اللاعبين دايرين المشكل. نعم. صراحه ان هما اي مدرب تيجي فهم تيحاولوا يضغطوا عليه، والمشكل اللي هو كبير هو لما تيكون وكيل لاعب عنده 5 ديال اللاعبين مع المنتخب، ومنهم اللي كيبغي ال5 ديال اللاعبين كلهم يلعبوا، يبغي ولا يفرض. ولما المدرب يلعب غير واحد ولا جوج ويحط دوك 3 اما دوك الاحتياط او لا برا الليسته، شوف ماذا يقع. تمرد. ما هي الاتصالات اللي كتوقع ما بين كذا وكذا 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 وكذا. زياده مع الاسف انه مجموعه من الصحفيين تيشتغلوا مع هاد الوكلاء ديال اللاعبين، اللي كتحصل لاعب مع الاسف لاعب في ظرف ديال 5 سنين 6 سنين لم يقدم شيئا للمنتخب الوطني، وكل مره تيدير غير رفعه تيدير غير سونتراج في شي ماتش تيماركي واحد اخر تيكتبوا عليه 5 ديال الصفحات، 3 تيكتبوا عليه لانه دار سونتراج كيكتب عليه فلان وفلان 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 وفلان. هذاك الشيء واضح. شوف الناس اللي فاهمه واضحين عارفين الامور، عارفين اللاعبين اللي كيلعبوا على مستوى كبير وعندهم اخلاق طيبه، وعارفين اللاعبين اللي كيرجعوا للمنتخب استنادا صحفيين والوكلاء ديال اللاعبين ديالهم. هذا الشيء معروف، ومع الاسف حنا كثير من الاشخاص ما تيبغوش يتكلموا على هذه الامور. انا تنظن راه المشكل الكبير في المنتخب، وهذه هي الجمله اللي ربما خاص تنتمنى ان الناس يسمعوها، والناس المسؤولين